عملنا دايت وما خسيناش بالرغم ان احنا ملتزمين. طب عملنا تحليل فيتامين دي قبل ما نبدا. انا الدكتوره نيفان رضا، اخصائي تغذيه علاجيه وعلاج سمنه ونحافه. اكيد ما عملناش تحليل فيتامين دي قبل ما نبدا الدايت، واللي احنا ما نعرفوش ان نقص فيتامين دي بيوقف معدل الحرق في الجسم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه علاقه فيتامين دي بالسمنه؟ تابعوا الفيديو للآخر. الدراسات اثبتت ان نقص فيتامين دي منتشر جدا بالمرضى السمنه، وان دوره مهم جدا لانه مضاد للالتهاب. طب هل في علاقه واضحه بين الاثنين؟ على حسب العلم الاجابه لا. المشكله ان نقص فيتامين دي بيأثر على حاجات كتير في الجسم زي العظم والمفاصل والبشره والمناعه، وكمان بيغير المود، وقادر نقصه ان هو يعمل مشاكل كتير في الجهاز الهضمي. كمان نقص الفيتامين دي ممكن يودينا لزياده مفرطه في الوزن، فبالتالي ممكن يعلي نسبه السكر في الدم ويخلينا عرضه للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني، وده لان فيتامين دي بيتخزن في الاجهزه الدهنيه اللي في الجسم. عشان كده اول حاجه دكتور الدايت او دكتور التغذيه يطلبها منك هو تحليل فيتامين دي، لانه كمان بيأثر على جهاز المناعه، فبالتالي بيعرض حياتنا للاصابه بامراض كتير ليها علاقه بجهاز المناعه، منها نزلات البرد المتكرره، والمعروف ان فيتامين دي بيتم افرازه في الجسم بعد التعرض للشمس، وكده بيكون ليها فوائد صحيه عاليه جدا على العظم ومستوى الكالسيوم في الدم. فالمفروض ان انا بتعرض للشمس بس مش في اي وقت، يا اما الصبح بدري ابتداء من الساعه 6:30 للساعه 7:30، او وقت المغربيه من الساعه 4:30 للساعه 5:30.